لكريم واجا الاستاذ وديع حكى شخصيا وفسر له، ورجعنا حولنا له اهله وحكي اهله. طب شو السبب يعني بتقولوا؟ انا ده سؤال، لان احنا نطمن، لان احنا كريم حكي مع اهله. واحد من الجمهور كلمه ما هو يا بده يصدقنا نحن مسؤولين ويصدق اهله لانه حكيوه وقالوا له، يا بده يصدق حدا من الجمهور. كم مره بتكونوا قاعدين بنقول لكم ما تسمعوا الجمهور، بألف لكم اخبار وبقول لكم شو ما كان واسمعونا وصدقونا. الجمهور بخبركم اشياء، الجمهور بصرح على ذوقه، الجمهور بيقول اللي بده اياه. نحن فينا نقول للجمهور شو يعمل، الجمهور يا حر بحاله. بس انتم اليوم منكم اولاد. انا ما بفتكر نحن مقصرين معكم بولا شيء. انتم قاعدين هون مش حاسين بركي نحن قد ايه عم نشتغل، وبركي قد ايه نحن يلي عم نعمله. ما عم بفهم شو يلي عم بيصير. تركناكم على حريتكم. انا اخذت قرار انه اترككم كشباب وصبايا، المفروض تكونوا بتعرفوا تاخذوا قراراتكم، المفروض تكونوا تعرفوا تتصرفوا مزبوط. كل مره عن مره بكتشف انكم ولاد صغار، انه عيب تتصرفوا ولاد صغار عم تتصرفوا. اللي بده ينسحب ينسحب، وبس تطلعوا نومينيه بتجنوا، وبس واحد بفل عم بيبكي بكي، بدل ما تضيعوا القوه تبعكم على النق ضيعوها انه تكونوا مبسوطين. شو شيلوا كل هالانرجي من هون حطوها تكونوا مبسوطين. شوفوا شو بصير في فرق. غنج 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 غنج. حق علي، حق علي اني غنجتكم، كذا اكون قاسي معكم من الاول. بقى هيدي قصة انه اذا قلنا لكم وقعوا الساعة 9 وعبالكم توعوا الساعة 10 منضب الشنط. اذا قلنا البسوا القميص هي مش القميص منضب الشنط. اذا قلنا هو خذ هالغنية هيداك خذ هالغنية منضب الشنط. انا بدكم رأيي رح احط لكم الشنط على البواب، اللي بده يضب يظهر يفتح لكم الباب كمان. بدهم يقولوا انا امبارح انكسر كعب صباطي فرح انسحب بليز لانه شيء. ايه اكيد بتعملوها انتم. انا مش قاطع علي فوج مثلكم يعني. انا يعني ساره مرت الماضي عمل لها مزرعه رح يقلع البرايم والخاتم ما عم بفوت. يا ساره بلا الخاتم. لا 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 بده يفوت الخاتم بايدها. بدك قلع البرايم بلا الخاتم. شو رح بصير؟ انا عم حس بدي الخاتم. عم حس حالي عم بسمع. مزبوط ساره؟ انا سبب كنت انسحب مش منكم يعني مني. انت ولد اصلا يعني. ما بعتب عليك ليان بعدك طفله. ثلاثي المرح. انا مره مين الثلاثي انا المرح؟ مرتين نوميني بس ساره. انا ليان كان وضع طفله، صار غير موضوع. في قصة حب هون كانت ما خصني فيها انا. وماما رجعتني. انا ضربتها مرتين بس كنت نوميني. منكم عن جد والله انتم يعني لولا التليفون خليتوني احكي معها كان لمة ندم فظيع. وساره هيك القصه كمان. لا شغله ثانيه كمان. الاجواء العامة ضغط على المشاعر. خليك شغله. هذا الفن. هاي الحياة هون 1% من الحياة برا. إذا ما قدرتي واجهتيها هون يعني بكره ما رح تواجهيها ولا محل، لا بالحياة ولا بالشغل. هاي تجربة بتعلمكم كيف تتعرفوا على العالم، كيف العالم كيف كلها مش مثل بعضها، انه مش كل العالم اصحابه، انه بدك تنقوا اصحابكم بصعوبه. صح. بدك تعرفي انه هاي تجربه مش عم تعلمكم بس الغنى، عم تعلمكم العلاقه بين العالم، عم بعلمكم كيف تتصرفوا مع بعض. اذا اليوم ما كنت قويه كفايه وقدرتي واجهتوا المشاكل هون، لا بحياتكم ولا بشغلكم بتواجهوها. نعم. بعدهم بس من بعد اذنك بس بكفي بجي. شو عم تطبخ؟ ارمينيان تشيز وسويتس. بس بدي دوري كمان بس ما مش عم تعملوا لإلي، عم تعملوا لاستاذ المسرح مش ذوقه. يعني لا بس تعمل لي إلك ذوقه. روح تفيد الفرق. بس تعمل لاستاذ المسرح لاستاذ المسرح. لبيت لك هيك. بعرف. شوف قبل. بما ان حضرتك قاعده احب ان انا استغل الفرصه واعلن مين البنت اللي هتيجي معايا. اكيد طلع القرار بس ما تطري جيبات. اكيد هو بقى جيبين مش بنت مش هتفرق معاها. احنا مش انت محضر حالك انت تروح بدك تروح شاكيرا بدك تروح وين ما كان. خلاص مش عايز اي حاجه ثانيه. خلاص كفايه والله شاكيرا. في حدا غطى عيونه وهو قاعد. إيه لا بصراحه يعني هو من اكيد من الواضح من على الهواء اقرب بنت ليا هنا في الاكاديمي أميمة. حبيبتي استحيتي أميمة؟ انهارت. استحيتي او صار في انهيار؟ لا حضرت الشنطه اذا خذلتني